بعد ما بتحط على وشها ماسك بتحط على وشها بويا وهي مش عارفه عشان تبوظ فرحها، وبتقول لها انا عملت لك اختراع هتفضلي طول عمرك فاكراني بيه. وبعد شويه بتروح تغسل وشها بس بتلاقي ان الماسك مش بيتشال، ولما بتركز بتعرف ان دي بويا، وبتروح لصاحبه العريس اللي حطيت لها البويا دي وبتزعق معاها وبتقول لها انت عملتي كده ليه؟ ده فرحي كمان نص ساعه، وبتقول لها عشان انت حبيبي ومحدش ياخده غيري. وبعد شويه بتروح الفرح وهي مخبيه وشها، ولما العريس بيشيل الطرحه بيتخض من وشها عشان مش عارفه تطلع البويا دي، فبتتصل في الملائكه وبتقول له ان هي عملت كده عشان تكسفك قدام الناس وتبوظ الفرح. فساعتها بيقرر يسيبها قدام الناس كلها، وتاني يوم بيرتبط ببنت تانيه، فالبنت اللي بتحبه بتقول لها ان انت حبيبي وبيلعب بيكي، والبنت بتصدق كلامها وبتمشي وبتقول له محدش هيتجوزها غيري. وتاني يوم برضه بيرتبط بواحده غيرهم، فبتروح لهم وبتقول لها ان ده حبيبي واحنا مخطوبين وبتسلى بس بيكي، وبتصدق كلامها وبتضربه بالقلم وبتمشي، وبيقول لها الجواز مش بالعافيه وبيمشي. وبيروح لحبيبته اللي كان هيتجوزها عشان عارف كده انها مظلومه، وبيقول لها انا هتجوزك، والبنت بتروح لها وبتقول لها ده بتسلى بس بيكي، وبيخلي الامن يجي وبياخدها وبترضى في الشارع، وبيقول لحبيبته انا هدفع كل اللي معايا بس هشيلك البويه دي.